هذا السبب أنه هناك ضغوط لغرض رفع هذا القانون، وهناك ضغوط أيضا لغرض إدراج القانون. اليوم القضية صارت تحتاج إلى توافق واتفاق بين الكتل، لكن ما يهمه أننا مع القانون، لأننا شرعنا وأكملنا القانون، والقانون ينظم عمل هيئة الحشد ويبعده عن دائرة الشبهات، كون يكون عمل قانوني ومنظم بقانون. لذلك نحن مع القانون ومع إدراج القانون، وننتظر توافق الكتل وموافقة هيئة الرئاسة. بالنسبة للبيت الشرعي أكو انقسام حول القانون لا لا لا، مو انقسام، ماكو انقسام. اكو تخوفات، اكو نقاشات، اكو عرض، كل من يعرض وجهة نظره، لكن بالمجمل مع قانون الحشد الشعبي. منو الضغوطات من أي جهة؟ أمريكا وبريطانيا. شنو ضغوطاتهم يعني؟ هي أمريكا. لا لا، تهديدات حقيقية؟ يعني التلويح بالتهديد بقضايا اقتصادية، التلويح والطلب كان علنا جهارا وليس مخفي يعني على أحد. السفير البريطاني تحدث أمام الإعلام بشكل علني يعني. قسەی کۆتایی ڤاردەیکات.